عارف لما تكون السكينة سرقاك ومرة واحدة تاخد قلم على وشك يفوقك؟ بالظبط ده اللي حصل مع لعيب النادي الأهلي من بعد السوبر الإفريقي، وبالأخص إمام عاشور. إمام عاشور من وقت رجوع النادي الأهلي للتدريبات وهو أكتر لاعب بيبذل مجهود في التدريبات، أكتر لاعب عايز يثبت لمارسيل كولر يقول له أنا أهو، أنا نجم الفريق، أنا هفضل أهم لاعب عندك في الفريق. امام عاشور قافل على نفسه قفله بعد قرارات كابتن محمد رمضان بعدم ظهور اللعيبه بشكل استثنائي على السوشيال ميديا او في العموم على القنوات الفضائيه، على السوشيال ميديا، في احتفالات او في مقابلات او في سهرات او عشان امام عاشور يركز على نفسه في التدريبات ويضغط على نفسه في التدريبات عشان يقدم مستوى في التدريبات يقنع مارسيل كولر، لدرجه ان الراجل راح وساله وقال له مالك فيك ايه؟ الناس كلها شايفه امام عاشور في التدريبات شارب جدا، حاد جدا، بيشتغل بقوه جدا، بيشتغل بتركيز جدا عشان عايز يعوض وعايز يثبت للجمهور ان انا مش لاعب بتاع شو، ان انا مش لاعب جيت خلاص حققت اللي انا حققته مع النادي الاهلي واكتفيت، لا انا عايز احقق بطولات اكتر، عايز ابقى احسن لاعب في القاره كلها، مش هقول لك في مصر بس. عملنا مراجعه سريعه كده لارقام واحصائيات امام عاشور مع النادي الاهلي في سيزون واحد ومع نادي الزمالك في 3 مواسم، عشان الناس اللي بتطلع دايما تقارن، ده امام عاشور ما قدمش اللي كان بيقدمه مع نادي الزمالك. اولا صلى على النبي قول عليه الصلاه والسلام. الفكره كلها هنا يا جماعه ان مستوى امام عاشور مع النادي الاهلي غير مستوى امام عاشور مع نادي الزمالك لسبب واحد، ان واجبات امام عاشور مع النادي الاهلي غير واجبات امام عاشور مع نادي الزمالك، والارقام هي اللي بتقول الكلام ده. عندك مثلا امام عاشور لعب مع نادي الزمالك 102 مباراه، عدد دقائق لعب 7505 دقيقه في الملعب. ايه هي ارقامه؟ ارقامه جوه الملعب كانت ايه؟ سجل 15 هدف، صنع 11 هدف. اللي انا بكلمك فيه ده في جميع البطولات مع نادي الزمالك. على الجانب الاخر بقى لما تيجي تشوفه وتشوف دقائق اللعب وتشوف عدد المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي، هتعرف ان الواجبات بتاعت امام عاشور اللي موجوده و اللي الكلام اللي بيطلب منه او الحاجات اللي بيطلب منه في النادي الاهلي مختلفه تماما وعكس اللي كان بيطلب منه في نادي الزمالك. والدليل ان امام عاشور لما وصل لعدد مباريات مع نادي الاهلي 40 مباراه كان حقق في خلالهم ايه؟ في جميع البطولات، بس مصر، الدوري المصري، البطولات الافريقيه، كاس العالم للانديه، كل البطولات اللي شارك فيها امام سجل 11 هدف، سجل 11 هدف في ايه؟ لما وصل ل 40 مباراه. على الجانب الاخر كان 102 مباراه سجل 15 هدف بس، من ضمنهم 8 اهداف في الدوري المصري، 2 في كاس مصر، 1 في كاس العالم للانديه. هم دول ال 11 هدف اللي امام عاشور جابهم لما كمل 40 مباراه مع النادي الاهلي. طيب مساهماته التهديفيه كانت ايه؟ كانت 9 اهداف، شارك في 9 اهداف، حقق اسيستات وعمل اسيستات ل9 اهداف. يعني مشاركه امام عاشور في 40 مباراه انت بتتكلم ان هو ساهم في 20 هدف، بما يعادل هدف كل مباراتين. يعني في 40 ماتش ساهم في 20 هدف، اما تسجيل او صناعه هدف كل مباراتين، وده معدل كبير جدا. يعني امام عاشور لما يوصل للمباراه رقم 102 مع النادي الاهلي متهيألي الارقام دي ممكن تكون تضاعفت. وهنا يبان الفرق ما بين امام عاشور مع نادي الزمالك وامام عاشور مع النادي الاهلي. امام عاشور هيبقى نجم مصر الاول الفتره اللي جايه. الزملكاويه ايا كانت زعلت من امام ان هو راح النادي الاهلي، ايا كان انتمائك ايه، بس انت ما تختلفش على امام عاشور ككواليتي لاعب. لا اهلاوي ولا زملكاوي يختلفوا على امام عاشور ككواليتي لاعب. بالظبط الاهلاويه المحترمين اللي بيتفرجوا على الكوره بيحللوا بمنطق وعقل يقول لك احنا ما ينفعش نختلف على احمد السيد زيزو. مش بقارن الاثنين لان كل واحد في مركز، بس انا بتكلم في ايه؟ ان ما ينفعش ان انا اشوف لاعب عامل مجهود كبير، لاعب عامل مستوى كويس، لاعب بيقدم كل اللي عنده، وبرغم كده عشان خاطر انا اختلافي في الانتماء بتاعي سواء للاهلي او للزمالك، فاشوف ان اللاعب ده عشان مش بيلعب في فريقي ان اللاعب ده وحش، ان اللاعب ده مش بيقدم مستوى، ان اللاعب ده فرقته مساعداه، ان حاجات كتيره خالص. فما ينفعش ان احنا ننكر دور امام عاشور. اي نعم في الفتره الاخيره دوره مش
هو امام عاشور اللي شفناه تألق مع نادي الزمالك قبل ما يتألق مع النادي الاهلي وتألق مع منتخب مصر. الفتره الاخيره السوشيال ميديا كانت مسيطره على اللاعب بصوره كبيره جدا وبشكل كبير جدا، وده اللي خلى مستوى امام عاشور يتراجع. لما حد قعد معاه وشاف ان هو خلاص زي ما قلت لك في اول الفيديو خد قلم على وشه فوقه، رجع تاني يبقى شارب في التدريبات، رجع يروح التدريبات بدري، اول واحد يكون موجود في التدريبات، بيتحامل على نفسه وبيتمرن اكتر من زمايله عشان عايز يرجع تاني امام عاشور. فبالتوفيق لكل اللاعبين. سلام عليكم.